ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الزلابية او العوامات او لقمة القاضي. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا واقتصادية، مقرمشة من بره وطرية من جوه، واخدة لون ذهبي حلو جدا. يعني حاجة حلوة كده ما نقدرش نستغنى عنها في رمضان او غير رمضان. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة هنعمل مع بعض شربات الزلابية، واحنا عايزينه يكون تقيل وبارد. انا هستخدم كوبايتين من السكر مع كوبايه ونص من الميه. وطبعا زي ما احنا متعودين ان الحلويات اللي بتتقلي في الزيت لازم يكون الشربات بتاعها تقيل وبارد. انا حطيت اهو كوبايتين من السكر وميه بارده عادي جدا من الحنفيه. بالراحه خالص بنزل الميه عشان السكر ما يعملش طرطشه كده على الحواف بتاعه الحله. اهو نزلت الميه بالراحه، وبعد كده باخدها ارفعها على النار، ولما تغلي بعصر عصره نص ليمونه وبوطي عليها تكمل سواها على النار. انا معايا كوبايتين من الدقيق ومعلقه من السكر ومعلقه خميره فوريه ومعلقه كاسترد ومعلقه نشا. في بوله غويطه حطيت كوبايتين الدقيق، وحطيت معاهم معلقه السكر والخميره، وحطيت معلقه الكاسترد، وحطيت النشا. وبالنسبه للكاسترد هنا مهم جدا، ان طبعا لو حد هيسالني ليه كاسترد، طبعا الكاسترد بيدينا قوام حلو قوي للزلابيه، وبيدينا كمان اللون الذهبي الحلو اللي احنا بنشوفه عند محلات الزلابيه. طيب ممكن نستغنى عنه؟ ممكن. تقدري تستخدمي معلقتين من النشا او معلقتين من الكاسترد، او ممكن تعملي توازن زي ما انا عملت كده ما بين معلقه كاسترد ومعلقه نشا. تمام. انا حطيت رشه ملح وحطيت كمان معلقتين زيت، وبعد كده نزلت بالميه. والميه هنا انا بنزلها تدريجي، يعني هي خدت معايا حوالي كوبايه ونص من الميه، بس تدريجي. ما تنزليش الميه كلها مره واحده، لان احنا مش عايزين العجينه تكون سايله قوي. عجينه الزلابيه عشان يطلع اشكالها منتظمه وقوامها حلو لازم تكون تقيله شويه. طبعا انا كنت نسيت وحطيت معلقه زيت واحده، فرجعت زودت معلقه كمان من الزيت، وبعد كده بلم العجينه كده بالزيت وبقلب كويس قوي بمضرب يدوي او بايدك او ايا كان باي معلقه اسباتيولا عندك او حاجه، وتفضلي تقلبي في الزلابيه كويس قوي عشان تدخلي لها هواء. ودي تاني سر من اسرار الزلابيه، عشان تطلع معاكي مظبوطه وتطلع معاكي مفرغه من جوه كده وهشه، لازم تدخلي لها هواء كويس قوي. فبتفردي ايدك كده وبتفضلي تخبطي على الزلابيه عشان تدخلي لها هواء كويس قوي. اهو بصوا زي ما انتوا شايفين فضلت اقلب فيها كده بكف ايدي لغايه ما عملت العرق اللي انتوا شفتوه ده. هسيبها بقى تخمر، غطيتها بستريتش راب وسبتها في مكان دافي عشان تخمر. هتاخد حوالي من نص ساعه لساعه. طبعا انا عقبال ما جهزت العجينه كان الشربات بتاعي خلاص جهز. طبعا اول ما غلي زي ما قلت لكم انا عصرت عصره نص ليمونه وسبته، وطيت النار طبعا وسبته على النار حوالي 7 دقائق. وبعد كده ضفت ظرف فانيليا او اي منكه عندك تقدري تضيفيه، ممكن عود قرفه او حبهان، او حتى ما تحطيش اي منكه اللي يعجبك. وبعد كده بطفي النار وبرفعها من على النار وبسيب الشربات يبرد تماما. نيجي بقى لأهم مرحلة وهي مرحلة التخمير. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، شايفين فقاعات الهواء اللي على العجينة بتاعت الزلابية دي، كده معناها ان العجينة بتاعتي ناجحة ان شاء الله. بصوا الخيوط اللي حوالين العجينة، انا طبعا خبطتها كده بايدي عشان انزل كل الخمر ده والم العجينة. بصوا زي ما انتوا شايفين هشة وخفيفة جدا ومليانة هواء. طيب انا جهزت بوله صغيره جنبي فيها معلقتين زيت كده، وهشكلها بالمعلقه المعياريه اللي هي مقدار المعلقه الصغيره خالص. طيب لو مش عندك تقدري تشكليها بالمعلقه الصغيره بتاعه الشاي. تمام. طيب طبعا انت هيبقى ايد في العجينه وايد التانية ماسكه بيها المعلقه وتلقمي بيها الزلابيه. دي اسهل طريقه لتشكيل الزلابيه. في طاسة غويطة حطيت زيت غزير وسخنته على نار متوسطة، يعني أنا مش عايزة النار عالية قوي ولا باردة قوي. وهتبتدي زي ما قلتلك معلقة في العجينة، والإيد التانية انتي بتقطعي بيها الزلابية زي ما وريتك. وبسرعة أول ما تنزلي العجينة في الزيت لازم على طول تقلبيها، ما تسيبهاش تاخد أي لون.
بالمصفى بتاعتك كده تبتدي تقلبيها عشان بسرعة هي بتاخد لون، ونخلي بالنا من حاجة زي دي كويس قوي. اهو بصوا يعني هي ما بتكملش دقيقة في النار، وبعد كده هرفعها من على النار وهي واخدة اللون الأصفر الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ده تالت سر من أسرار الزلابية، ان احنا هنقليها على مرتين عشان تطلع معانا مقرمشة وطعمها حلو. تمام. يبقى احنا هننزلها اول حاجه في الزيت، وبعد كده رفعناها من على الزيت سيبناها تبرد تماما، والزيت كمان برد تماما، ورجعت رديتها تاني في الزيت بعد ما الزيت برد والزلابيه بردت. طيب الخطوه التانيه بقى اللي انا هنزل فيها الزلابيه، مهم جدا ان الزيت يكون بارد. زي ما انتوا شايفين اهو الزيت حتى ما عملش اي فقاقيع ولا اي حاجه، ده معناه ان الزيت بارد تماما. وانا باكد هنا معاكم، لان لو الزيت سخن هتاخد معاكي لون سريع وهتتحرق من بره وهي من جوه لسه عجين. خلاص كده، فاحنا هنحطها في الزيت ونسيبها الزيت يسخن وهي الزلابيه فيه، وبسرعه برضو بالكبشه بتاعتك او المصفى بتاعتك تفضلي تقلبي فيها كده بظهر المصفى عشان كلها تاخد لون ذهبي موحد، وهتطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. طيب في معلومه مهمه قوي عايزين نقولها، انك انت ممكن تشكلي بكيس، تقدري تملي الكيس عجينه. طبعا الكيس هيستخدم لمره واحده بس، وهتبتدي ضغطه بسيطه فوق الطاسه، وبالايد التانية تقصيها بالمقص. لو احنا محترفين هتطلع معاكي مظبوطه جدا، لكن لو انت مش محترفه الكيس ممكن يتقطع معاكي والزلابيه كلها تقع في الطاسه، وعايزه اقول لكم ان الدنيا هتبوظ خالص، والاشكال الفضائيه اللي بنشوفها هتحصل معاكي. فتجنبا للمشكله دي احنا بنشكل بالمعلقه زي ما وريتك. خلاص كده. طيب زي ما شفتوا بقى الشربات، شفتوا قوامه حلو ازاي، تقيل كده ولونه صافي وجميل جدا، ما سكرش معانا ولا اي حاجه، وطالع مظبوط 100%. انا طبعا بعد ما طلعت الزلابيه طلعتها كده على منديل بس كده لمده دقيقه كده، عشان لو في اي زيت زياده ينزل ولا حاجه، بس وهي سخنه نزلتها على طول في الشربات البارد. قلبتها بقى كويس كده في الشربات، وسبتها كده تتشرب لمدة 5 دقايق ولا حاجة، وبعد كده تقدري تقدميها. ممكن بقى ترشي عليها مكسرات، ممكن تديها كده صوص شوكولاتة، ممكن سكر بودرة، وما تحطهاش خالص في الشربات، يعني اللي يعجبكم. ان شاء الله هتطلع معاكم ناجحه جدا، مكوناتها اقتصاديه وسهله وسريعه، ما بتاخدش اي وقت معاكي خالص، بس اهم حاجه تمشي على الخطوات مظبوط، هتطلع معاكم حلوه جدا ان شاء الله. بصوا اللون الذهبي الحلو ده من معلقه الكاسترد اللي انا ضفتها. عايزه اقول لكم ان هي طالعه احلى من الجاهزه كمان. ان شاء الله تعجبكم، واشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.